لا معلش ادوني فرصتي، انا عارفه ان هي اتهرست في 200 فيديو قبل كده، يعني ما جاتش على ارمر. ادي 3 بيضات بحراره المطبخ، ما تكونش من التلاجة يعني، ونحط عليهم ربع كوبايه من الزيت، ونحط عليهم كوبايتين من اللبن، وكمان معلقه ملح كده صغيره مش كتير، ورشه فلفل اسود. وبعد كده هنحط كوبايتين من الدقيق، وبعد كده هرجع ازود عليهم معلقتين كمان، يعني كوبايتين ومعلقتين كده من المعلقه الكبيره بتاعت بعد ما تنخلي الدقيق كويس هتجيبي المضرب وتقلبيهم كده تقليبه حلوه، بحيث ان ما يكونش فيها اي تكتلات. لو حسيتي ان فيها تكتلات هتجيبي المضرب الهاند بلندر تضربيهم بيهم. طب لو ما عندكيش هاند بلندر انزلي بيهم في الخلاط واضربيهم ضربه كده في الخلاط. الصينيه بقى بتاعتك ايا كان الصينيه دي مدوره او مربعه، هنحط ورقه زبده، واي خضار عندك في التلاجة هتقطعيه كده قطع صغيره. انا حطيت فلفل احمر وكمان فلفل اصفر، وكان عندي سوسيس في التلاجة فقطعته كده شرايح صغيره. عندك بسطرمه حطي، لو عندك سجق حطي، مفروم حطي، ما عندكيش خالص ما تحطيش عادي، يعني الموضوع مش هيختلف. حطيت كمان شرايح رفيعه من الفلفل الاخضر على الوش، ونزلت بعد كده بقى بالجبنه الموتزاريلا. مش هتحتاج اي حاجه تاني. دخلتها الفرن على درجه حراره 200، خدت معايا حوالي 10 دقايق لربع ساعه. تنفع معاكي فطار، تنفع معاكي عشاء، تنفع معاكي في اللانش بوكس، تنفع معاكي في النادي. وزي ما قلت لكم ان انا اخر حد عمل الترند دوت، فبصراحه طلعت حلوه واديها 10 من 10. يلا جربوها بسرعه واستنوني في فيديو جديد.